صباح الخير يوتيوب، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بألف خير. قاعدة هلا عم بمنتج لكم الفيديو يلي رح ينزل اليوم. شو رأيكم؟ صحيح. المهم فاكتشفت اني انا فايتة عليكم فوتة العريس بليلة الدخلة هيك. دجتك العافية، ولا عاملة مقدمة ولا اشي ولا صوت اوفر. فعملت مقدمة صغيرة هلا على السريع لحتى اقول لكم انه هذا الفيديو مثل ما قرأتوا بالعنوان تماما رح اتشارك معكم منتج سحري رح يساعدكم على انكم تشيلوا الحبوب خلال 5 ايام فقط، بمنتج سعره اقل من 2 يورو. اولا الفيديو مش اعلان، وعملت صفر اعلان على قناتي على اليوتيوب، بعمل على الانستغرام، فاذا بتحبوا تشوفوهن شوفوا هون بنزل كتير فيديوهات حلوة عم بتروح عليكم هون على اليوتيوب. ثانيا اي حدا بحكي لكم عن اي منتج بيروح الحبوب باقل من 5 ايام او فورا او مدري شو، ما تصدقوا، كله بياخذ وقت. ولكن هذا المنتج انا بضمن لكم رح تشوفوا بعينكم. انا صورت لكم كل يوم من اليوم الاول لليوم الخامس طريقة استخدامه، وكيف الحبتين اللي كانوا بوجهي راحوا تماما. شو كمان بدي اخبركم، تشاركت معكم من وين انا بشتري المنتج بفرنسا، ولكن بتلاقوه متاكده باي مكان عندكم ان كان في اوروبا او بالبلدان العربيه. ولكن قبل ما تبلشوا الفيديو فضلا وليس امرا بدي اطلب منكم تنزلوا تشتركوا تحت القناه، لانه عدد العالم يلي عم بيشوفوا فيديوهاتي من غير المشتركين كتير اكبر من اللي عم بيشوفوا المشتركين. فيعني حرام، انا عم بتعب بالشغل وبالاستراحه تبعي عم بنتج لكم فيديوهات، وبالويكند تبعي عم بصور لكم فيديوهات، يعني بستاهل تعملوا اشتراك بالقناه. وكمان روحوا شوفوا كل الفيديوهات السابقه اللي ما شفتوها بالقناه. هلا رح اترككم مع فيديو اشاره الحبات. معلومة كثير 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 مهمة، إنه هذا المنتج هو لإزالة حبات المناسبات، خلينا نقول يعني الحبة اللي بتيجي بسبب الدورة الشهرية، لأنه عنا عرس، لأنه عنا حفلة، لأنه عنا إيفنت. أما حبوب الشباب والحبوب اللي بتيجي نتيجة مشاكل من الجلد، فأكيد هي لازم تروحوا تشوفوا اختصاصي جلدية. هلا روحوا شوفوا الفيديو. ورح أبلش مباشرة لحتى أتشارك معكم المنتج اللي هو زيت شجرة الشاي تيتري. مثل ما انكم شايفين حقه يورو و95 سنت تماما على موقع أمازون. حنبلش باليوم الأول. مثل ما انكم شايفين حبات طلعوا امبارح، وهذه هن الأسعار تبعهم. باخذ زيت شجرة الشاي اللي لازم يكون بيور، يعني مش لازم يكون فيه أي إضافات تانية. بحط بس هيك بطرف القطنة لأنه هو بيحرق، وبحط على الحبة نفسها. ما كنت لابسة نظاراتي، ما كنت لابسة العدسات، فمبين إنه أنا ما عم بعرف أحط على الحبة تماما. رجعت حطيت كمان شوي وحطيت على الحبة الثانية. اليوم الثاني مثل ما كنتم شايفين الحبة خفت كتير. شايفيني حاطة كتير كتير مكياج، ولكن أنا أبدا ما بحط فاونديشن كريم أساس، بس بحط كونسيلر ومكياج العيون. فبنفس العملية تماما في القطنة تبع اللي بنستخدمها نحن لتنظيف الأذان، بحط بس براسها شوي صغيرة من زيت شجرة الشاي، وكمان على الحبة الأولى وعلى الحبة الثانية. هلا استنوا اليوم الثالث لحتى تشوفوا النتيجة كيف عن جد كتير كتير واضحة ومبينة إنها عظيمة. هلا وجهي كمان مضوي زيادة حتى ما كذب عليكم باليوم الثالث، لأني كنت طالعة من الحمام وعاملة كتير روتين عناية بالبشرة. إذا بتحبوا أشارك معكم كل شي بستخدمه للبشرة فخبروني تحت بالتعليقات، أعمل لكم فيديو كامل عن روتين العناية بالبشرة. اليوم الرابع مثل ما انتم شايفين الحبة ضل يعني شيء إنه المكان تبعها. فحبيت إنه أنا أرجع باليوم الخامس والأخير لحتى أفرجيكم إنه ما ضل شيء أي أثر وداعا للحبوب.